ماذا لو آدم ما كانش كان من شجرة معرفة الخير والشر؟ كنا هنكون فين؟ ولا ما كناش هنكون موجودين أصلا؟ إن الإنسان كان هيفضل مش قادر يختار بين الشر والخير، يعني ما كانش هيكون عنده حرية الاختيار زي دلوقتي. ومن ناحية تانية ممكن نقول إن وقوع آدم وخروجه من الجنة ممكن يتشاف إنه بداية رحلة الإنسان للاستقلال الروحي، وإنه يواجه نتائج أفعاله بنفسه ويتعلم منها. أما بقى بخصوص السؤال بتاع كنا هنكون موجودين ولا لأ، ولو كنا هنكون موجودين كنا هنيجي إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول إن ربنا بارك آدم وحواء قبل السقوط، وقال لهم أكثروا وأثمروا واملأوا الأرض. يعني ببساطة التكاثر والإنجاب كان جزء من خطة الله في الأول، بس الفكرة إن قبل الخطية كان ممكن يكون الإنجاب والعلاقة الزوجية يحصل في إطار من البراءة والانسجام، من غير ألم ولا تعب، مش زي ما حصل بعد السقوط. يعني لو مكناش وقعنا في الخطية كان ممكن الحياة تكون أسهل وأبسط، والعلاقة بين آدم وحواء وكل البشر تكون مثالية من غير مشاكل أو صراعات.